شاهدي المن هذا اللي يضرب امه خليه يسمعني هاي الروايه، انا على حسابه عدته ولا انا ذاكرها سابقا. قل له انقذني يا رسول الله. رسول الله قال لك انت شو مسوي؟ قال له يا رسول الله انا تزوجت زوجه، العياذ بالله الزوجه كانت مأثومه تحشي دماغي على امي، انا كنت دائما امي اعاملها من حقها ودون، اروح ان اضرب امي على حساب زوجتي. الله ينتقم منك يا تضرب امك انت قاعد بالمجلس اكيد يعني. لان قالوا لي يوميه قاعد قبالي شنو من بر الحسين يلف حراميه شنو؟ لو تطلع احسن لك. المهم يا رسول الله مرتي تحشيني على امي، انا اروح عن الامي اشبعها ضرب. يوم من الايام رجعت من الشغل الظهر، امي عندها تنور من الطين تخبز بيه. اول ما طبيت تلقتني زوجتي، حتى الله يساعدك ماكو، امك سوت 1 2 3. اجيت الام غاضب اخذتها من رجليها شمرتها بالتنور بالنار. لا اله الا الله. امي طلعت ايدها شكلت انشلت، يعني جانبها الايسر رجلها هم انشلت. اول ما طلعت شالت ايد وحده قالت لربي انتقم لي من ولدي. قول انا بس قالت انتقم لي من ولدي، فجأة جمد الدم في عروقي، قلبي سكت، انا متت. شالوني شيعوني، كل نقلة ينقلوني اياها وكأني اهوي يا رسول الله من اعلى جبل ابي قبيس الى الارض. بالتابوت احنا مو هالشكل، ان شاء الله اعماركم طويله، مو يحطوا على الكتاف يشيلون بيه ينقلوه. هاي كل نقله جدم لبالهم ما مأذي، لا هم مضعضعيه. الله منتقم منا.